مدام مريم، حضرتك برضو قريبا اثرتي زوبعه ان انت قلتي رايك بصراحه في برنامج خليك بالبيت مع زميل زاهي حواس وشاهيناز في تلفزيون مستقبل، وكانت السبب الزوبعه تعليقك على القاب الشاشه بالنسبه لسيده الشاشه فاتن حمامه، وكلمت الاستاذ عادل امام اعترض تماما. قلتي ايه بقى ورايك؟ انت ما زلتي مصره على رايك؟ طبعا هتراجع اذا كان انا رايي الصح. هقول لك في القاب مستفزه، يعني مثلا سيده الشاشه العربيه. طب انا مثلا مريم فخر الدين، شاديه تطلع ايه؟ جرابيع احنا الاثنين جربوعات الشاشه العربيه. هند رستم تطلع ايه؟ ماجده الصباحي تطلع ايه؟ سعاد حسني تطلع ايه؟ يعني دي بقى الرئيسه بتاعتنا واحنا العوالم اللي بنغني وراها ولا ايه؟ تجيب الافلام نتفرج عليها. ضاع الكروان من احلى الافلام اللي انا بحب اتفرج عليها، انما انا عندي رد قلبي والايدي الناعمه ولا انام، كنت انا وفاتن، كلنا عندنا حاجات كثيره جدا. ماجده الصباحي كفايه عندها جميله ابو حريت، شاديه عندها المراه المجهوله وحاجات عظيمه الحقيقه. يعني ما فيش داعي في القاب مستفزه، في القاب جميله. يعني مثلا عندليب الاسمر يختي عليه، كان في اياميها في عبد الوهاب وكان في فريد الاطرش، ما قالش انا ملك الطرب، قال انا العندليب الاسمر. يعني في القاب جميله. وبعدين في امريكا في مارلين مونرو، حد قال عليها ملكه السكس بتاعت امريكا؟ ايه يعني ما حدش قال عليها اي لقب. انت قلتي يوميها زميل زي وهبي، بصلح الاسم، جالك مكالمه معاه على الهوا من الفنان الكبير عادل امام. الفنان عادل امام هو ممثل زينا وبيعرف يرفع حاجب ويقفل حاجب ويفشخ بقه ويكشر، وممثل زي اي ممثل. يعني باختصار انا مش بهاجم عادل امام، انا بهاجم لقبه. ولو هو هيعمل مسرحيه السيد الشغال، طب ما نقول عليه السيد الشغال يعني بدل زعيم. ما هو قال على نفسه انا مش زعيم مره بعد الكلام ده. قال يعني انا عشان عملت مسرحيه، لا هو الزعيم في المسرحيه بتاعته. انا معاه. وكوكب الشرق، كوكب الشرق، لا سيده الغناء العربي، حاجه زي سيده الشاشه العربيه. حد قدر في الدنيا يفتح بقه يوصل لام كلثوم؟ ابدا. ايه مطربه صغيره انت، ام كلثوم بالنسبه لك حد في مصر؟ ابدا، لا يمكن. فهي تستاهل اللقب ده. انما سيده الشاشه العربيه دي كلنا زيها، كلنا في الخيم. رايك ايه في كلام مدام مريم؟ طبعا كل واحد حر في رايه، بس يعني يمكن مجازا عشان النجم عادل امام ليه مواقف. يعني ليه مواقف بمعنى ايه؟ ايام ما كان الارهاب متفشي في مصر راح الاقصر، كان الاقصر اسيوط. ايوه كلنا لنا مواقف، دي بلدنا كلنا وبنحبها كلنا، واللي يعرف يعمل حاجه بيعملها. ايوه بس يعني كلنا لنا مواقف. عمل ايه يعني؟ طلع الانجليز؟ لا ما طلعش الانجليز. عمل ايه يعني؟ يعني هم قصدهم زعيم وخد اجر، زعيم فني يعني، مش مثل وخد اجر. مثل وخد اجر. طيب وانا مثلت وخدت اجر، وانا في النقابه وهو في النقابه وكلنا في النقابه. يعني هقول لك ما فيش حد احسن من حد، كلنا بنعمل اللي ربنا مديهولنا. انا زمان كان ربنا مديني اقدر امثل في حته واسعه، النهارده بقيت ضيقه. معلش انا مش زعلانه، يعني مش اشكال يعني بالنسبه لي. غادة، رأي مدام مريم، هل الفنان يعبر بصراحة عن رأيه وزملائه ولا يكون حريص؟ هي صريحة جدا وبتتحمل مسؤولية كلام. لا طبعا مدام مريم فنانة عظيمة، فنانة كبيرة، فلما تقول رأيها بصراحة ده يعني ده هيتقبله الناس بشكل جميل يعني. لكن لما يعني اكون انا يعني لسه قدامي المستقبل فعلا، يعني لسه قدامي مشوار طويل قوي، وينزل مقالة كلها شتايم في الزملاء، دي مش ما تبقاش حلوة فعلا، خاصة ما يكونش اتقال بالشكل ده فعلا.